السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. وحشتوني 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 من اخر فيديو. النهاردة يا جماعة جايبين كده شوية سمك، ما شاء الله تبارك الرحمن. هنعمل صواني وهنشوي. بصوا ده السمك يا جماعة البلطي، ما شاء الله اللهم بارك. سمك البلطي يا جماعة دلوقتي ب80 جنيه. وطبعا مسكناه كده بقى نضفناه وحشيناه دقة، ما شاء الله اللهم بارك. انا يا جماعه جايباه كده الوسط، مش جايباه كبير قوي ولا الصغير قوي. احلى طقه السمك في رمضان، ما شاء الله اللهم بارك، بالف هنا وشفا. جبت ايه تاني يا شوشو؟ وجبنا طبعا كيلو سمك كده البوري، وبرده جايباه الوسط مش جايباه كبير قوي. ونضفناه كويس وحشيناه برده الدقه بتاعتنا الجاهزه، الفلفل الاحمر والثوم وحبه الكمون. وملحناه بقى كده من الصبح. لازم يا جماعه اللي يعمل سمك لازم كده يملحه من الصبح بدري في رمضان بالذات، عشان خاطر طبعا اللحمه بتاعت السمك تبقى مملحه كده معانا وجميله. وبص بقى خلاص انا تبلت خلاص. بقى الساعه دلوقتي الساعه 4. قلنا طبعا لازم بقى يلا عشان نقوم كده ونعمل سفرتنا النهارده. تبلنا طبعا السمك البلطي بالدقيق، وحطينا في الدقيق شويه كمون، وسقطناه طبعا في الزيت اهوت زي ما انتم شايفين، زي ما انا قايله لكم، ولا كبير قوي ولا صغير قوي، يعني نقي كده البلطي الوسط، ما شاء الله اللهم بارك. احلى اكل يا جماعه في رمضان بيبقى اكله السمك. بصراحه احنا من عشاق السمك والله العظيم. يعني عايزه اقول لكم بيبقى يوم جميل لما بنعمل كده السمك بتاعنا ما بياخدش مننا سوا خالص اهوت. بيحمر بقى اهوت ما شاء الله. عايزه بقى اللون كده الذهبي. بألف هنا وشفا والله يا جماعة. بصراحة البولتي دون أنا ما كنتش بعمله، بس من ساعة ما جربته الطريقة اللي أنا هعملها لكم دلوقتي ما عدتش بصراحة ببطله، وما بعدتش يعني بجيبه على طول. بص أنا مش عايزاه يستوي قوي كده، كده هنحطه لسه في الصلصة وهنحطه في الفرن يا دوبك يحمر كده معانا ويدينا اللون الذهبي ونطلعه على طول. وتحط الزيت حبة حبة عشان خاطر طبعا الزيت ما يبص معانا وفي الاخر هيترمي. يعني تحط الزيت واحدة واحدة كده، مش عايزين طبعا تبذير. وكل سنة وانتم طيبين وبخير. لو وصلت الفيديو لغاية دلوقتي ما تبخليش على اختكم شوشو باللايك بتاعكم وتعليقكم اللي بيحفزني. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا رب. واتمنى اكون ضيفة خفيفة كده على قلوبكم اخواتي وحبايبي. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا رب. وادي معانا البوري بتاعنا هنحطه كده على الشواية، ما شاء الله اللهم بارك. طبعا دهنا كده الشواية بتاعتنا شوية زيت، وهنحط عليها على طول السمك بتاعنا. بصوا يا جماعة ولا ردة ولا دقيق ولا اي حاجة، هيطلع معانا مشوي وجميل جدا جدا جدا. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. النهاردة السمك بتاعنا البلطي والبوري. البوري يا جماعة عامل 120 جنيه، الوسط ب120، الكبير شوية ب140 وب150. انا بصراحة زي ما بقول لكم انا بحب كده السمك الوسط. بص اهوت بسم الله ما شاء الله ما بياخدش مننا اي حاجة خالص، ولا حطيت عليه ردة ولا حطيت عليه دقيق. حبة زيت وهنشويه بأسهل طريقة وأوفر طريقة وأبسط طريقة مع أختكم شوشو. المهم وهو كده وهو على الشواية بتاعته ترش عليه كده معلقة واحدة من الزيت عشان خاطر ما يلزقش معانا في الشواية بتاعتنا. هو الكيلو يا جماعة كان 6 وحدات. واحنا طبعا خلصنا شوية وخلصنا قلية،
وتعالوا بقى عشان نعمل صينية السمك. ما شاء الله اللهم بارك. قطعنا طبعا كده بصلاية وحطينا عليها شوية زيت، وهنحط عليها شوية الطماطم بتاعتنا. عندك بقى طماطم متلجة، عندك طماطم لسه هتضربيها في الخلاط عادي، يعني اعملي اللي انت عايزاه. المهم هو شفشق طماطم على شوية البصل بتوعنا دولا وفصين توم، وبوريلكم السمك بعد ما اتشوى. ما شاء الله تبارك الرحمن عليهم اهوت. البور يا جماعة ده بحر، ما شاء الله بحر اسماعيلية. وادي معانا التسبيكة اتسبكت ما شاء الله اللهم بارك. بصوا بقى احنا هنعمل ايه دلوقتي. هنرص طبعا السمك بتاعنا في قلب التسبيكة بتاعتنا ديت. طبعا انا كنت قسمت التسبيكة دي نصين، سبت النص في الصينية، والنص التاني شلته كده في الطبق. ليه يا شوشو؟ عشان هنرشه دلوقتي من على وش السمك من فوق. بص انا عايزه اوسع كده عشان خاطر الصينيه تاخدهم، بدل ما احطهم في صينيتين لا هخليهم كده في صينيه واحده. ما شاء الله اللهم بارك. كده صينيه السمك بتاعتنا جاهزه. وادي معانا شويه الصلصه اللي احنا شلناهم. هنرش كده بقى من على الوش كده الصلصه بتاعتنا. ما شاء الله. طبعا بقى تبلناهم بالكمون والليمون، وحطينا عليهم فصين توم. اهم حاجه التوم طبعا هيديله نفس جميل جدا جدا. وحطيناها في الفرن اهوت. بسم الله ما شاء الله. يلا بقى استوي براحتك عبال ما نعمل شويه الرز بتوعنا. وادي كده جبنا الحله بتاعتنا، وهنحط فيها معلقتين من الزيت. وادي البصل بتاعنا يا جماعه اللي انا قايله لكم اللي انا مفرزاه في الفريزر جاهز اهو. بيبقى جميل جدا 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 والله في السمك. يعني بص ما بياخدش من في ايدي اي حاجه خالص، يا دوبك 5 دقايق تلاقي البصلايه اتحمرت كده لاحلى الرز بتاع السمك، رز الصياديه. احنا بقى عايزين كده البصلايه تتحمر مننا جامد عشان خاطر الرز بتاعنا يطلع اللون كده الذهبي، اللون الجميل بتاع الرز الصياديه. البصل ده يا جماعه زي ما انتم شفتوا انا كنت مفرزاه وحطاه في الفريزر جاهز في علبه كده وحطاه. ودي خلاص يعتبر معانا البصلايه استوت. هنحط عليها كوبايه واحده كده من الميه، وهنحط عليها شويه كمون. عايزه كمون عايزه ملح اللي انت عايزاه حطيه. هنقلب بقى فيه تقلبتين ويغلي يا دوبك غلوه، وبعد كده هنسقط حبه الرز بتوعنا. انا مش مكتره بصراحه رز زي ما انتم شفتوا اهو، يا دوبك اقل كمان من نص كيلو رز عشان طبعا صيام وكل سنه وانتم طيبين. مش عايزين نرمي اي حاجه. هنفضل بقى نشوح كده في تشويحتين حلوين في البصل وشويه الكمون اللي احنا حطيناهم، وبعد كده هنسقط عليهم شويه الميه. طبعا الرز يا جماعه ما بياخدش في ايدينا يعني من 10 دقايق لربع ساعه بالظبط. ما شاء الله. ويلا بقى خلاص خلصنا كده الرز، خليه بقى يستوي مع نفسه ونروح نشوف صينيه السمك عملت ايه. ما شاء الله اللهم بارك، بألف هنا وشفا. بدأت بقى تحمر معانا. انا بشغل عليها الشوايه بس عشان خاطر الوش بس يحمر. وطبعا ده السمك بتاعنا حطيته طبعا كده في الفرن، قلت عشان ما يبردش. طبعا السمك ما بيتاكلش غير وهو سخن. وادي معانا الرز بتاعنا خلاص اتشرب. ما شاء الله اللهم بارك، بألف هنا وشفا. ادي يا جماعه نتيجه الرز بتاعت اختكم شوشو، رز مفلفل. يا جماله يا جماله يا جماله يا شوشو. احلى شويه رز مفلفل واحلى صياديه واحلى سمك مشوي. ودي خلاص كده صينيه السمك جاهزه معانا للغريف والاكل. طبعا بصوا يا جماعه صينيه السمك عامله ازاي. لازم بقى تحمري كده الوش بتاعها بألف هنا وشفا. وادي السمك المشوي برضك لسه حطاهم في الفرن عشان خاطر ما يبردوش مننا.
والرز بتاعنا خلاص استوى ما شاء الله، اللهم بارك. وعملنا طبعا شوية سلطة كده، حاطة بسلة يا شوشو، ايوه حاطة بسلة بدل الخيار، بسلة وطماطم وجزر وبصل وشوية مية وشوية خل، بتبقى أحلى شوية سلطة جنب السمك. وغرفنا طبعا أكلنا النهاردة وسفرتنا النهاردة أحلى شوية سمك صيادية بالبلطي وشوية السلطة. وعملنا طبعا مع بعضينا شوية الرز الصيادية. ما شاء الله اللهم بارك. وده بقى السمك بتاعي الصغير، بموت وبعشقه يا جماعة، بعشق السمك الصغير دوت. وادي البوري بتاعنا بعد ما شويناه. يا رب يا جماعة يكون ضيفة خفيفة على قلوبكم، ويا رب فيديوهاتي تكون بتعجبكم. واكتبوا لي في الكومنتات ايه رأيكم في شوية السمك والسمك البلطي اللي انا عملته معاكم صيادية. جربوا طريقتي وبإذن الله هتعجبكم. وتسلموا لي احلى عيلة، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا رب، وكل سنة وانتم طيبين. ويا رب السنة الجاية نكون زايدين مش ناقصين، اللهم امين يا رب. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. احلى سفرة، سفرة رمضان مع اختكم شوشو. مرة كده ومرة كده يا ما تزنقش ورمضان نفسك يعني. كريم. عمال فترة على الساعة 8 5 دقايق. لا